عزة سليمان، ماجستير اقتصاد، وكاتبة رأي في الصحافة المصرية، دارسة للغة المصرية المكتوبة بالخط الهيروغليفي، باحثة في الحضارة المصرية، وأشهر أبحاثها هو علم مصر الحالي وأصوله المصرية الفرعونية الممتدة لحوالي 14,000 سنة. ضيفة دائمة في عدد من القنوات الفضائية، متحدثة عن الحضارة المصرية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيزيس للخدمات الثقافية، مؤلفة سلسلة كراريس إيزيس، خاضت معركة انتخابية لمجلس الشعب عام 2010، كوتة المرأة شمال وشرق القاهرة، وحصلت على 26,159. صوت حقيقي ونظيف، تحلم أن ترى مصر جميلة كما كانت وأفضل. طيب، مساء الخير على الجميع. أنا حابب طبعا أعمل التعديل بتاع المرة اللي فاتت اللي نويت عنه أستاذتنا العزيزة، إنه البحث عن علم مصر مش علم مصر، عشان يبقى الأمر واضح. ومبدئيا أنا بحب أرحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا الحلقة دلوقتي أو هيحضروها في وقت لاحق، وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيكونوا متفاعلين معانا في الدردشة أو هيشاهدونا في صمت. الجميع مرحب بيه وعلى راسي. ومن فضلكم يعني رحبوا معايا بأستاذتنا الجميلة الأستاذة عزة سليمان. ازيك يا عزة هانم، عاملة ايه؟ أهلا، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيكم، نورتينا. ميرسي قوي على التقديم الحلو اللي حضرتك قلته، وميرسي على الاستضافة. لا يا فندم، احنا اللي متشكرين إن حضرتك قبلتي إنك تكوني ضيفتنا. طيب، موضوع النهاردة هو استكمال للموضوع الأول اللي بدأنا بيه مع الأستاذة العزيزة عزة سليمان. واحنا بدأنا الفكرة ب آه، فرعون، أو الأول بالنبي يوسف. هل دخل مصر ولا لأ؟ وهي القصة بتبدأ إنه المفروض على حسب السردية الدينية بتقول إن يوسف يعني تم بيعه في مصر. وأنا كنت يعني يمكن ربما نسيت أسأل أستاذتنا العزيزة عزة، هل كان في أصلا فكرة العبيد كده موجودة في مصر، ولا وبيع البشر دي كانت متواجدة في مصر القديمة ولا لأ؟ على العموم تم بيعه في مصر، واشترى عزيز مصر وكبر وصعد إلى يعني أعلى المناصب في مصر، وحل مشكلة الجفاف وما ينجم عنها من يعني مجاعات وغيره. فدي كانت الفكرة. وكمان جاب إخوته، وإخوته خدوا مدينة وتناسلوا وتكاثروا وبقوا عدد كبير من البشر، لدرجة إنه يعني هو يقال عندهم أحيانا 600 ألف وأحيانا 3 مليون، في حين إن مصر مثلا كان تعدادها ممكن يكون 2 مليون ولا مليون ونص، يعني هم أكتر من الشعب المصري ذاته. وخرجوا تاهوا 40 سنة في شبه جزيرة سيناء، اللي يعني مهما يكون ازاي هيتوهوا فيها وما لقوش فيهم ولا اثر يعني. بس انا بقول ده اللي حصل من خلال السرديه الدينيه، الى ان بقى وصلوا وكملوا بقى مشاكلهم بعيد عننا. بس انا لينا احنا بنتكلم على القصه اللي تخصنا احنا، ان هم هل احنا معرفنا ان هم ما دخلوش، بس هنأكد فكره هل هم خرجوا فعلا من مصر وبالاعداد ديت ولا ايه الوضع. فده اللي هتكلمنا عنه النهارده استاذتنا الجميله الاستاذه عزه سليمان. ممكن تدينا فكره يا هانم وتبداي في الموضوع مباشره؟ المايك مع حضرتك. بالنسبة للعبيد، يعني قبل ما ندخل في الموضوع، احنا في مصر ما كانش عندنا عبيد خالص. مش يعني ما عندناش الأفكار دي، ولكن كان عندنا خدم بأجر، وكان الخدم اللي حتى الأجانب اللي بيجوا مصر بإرادتهم الحرة عشان يشتغلوا طبعا وياكلوا ويعيشوا في عيشة هنية زي عيشتنا في مصر. فدول كان حتى أولا بأجر، وكان ليهم بطاقة شخصية، وكمان من حقهم إن هم حتى يتملكوا بيوت، ويبقى عندهم كمان هم نفسهم يبقى عندهم خدم. يعني تخيل إن الخدم اللي بيخدمونا من حقهم يبقى عندهم كمان خدم، وكانوا بيعيشوا معززين مكرمين. يعني ما كانش عندنا الأفكار العبيد والاستغلال الجنسي، وإنك تشتري بني آدمين، دي ما كانتش موجودة في مصر على الإطلاق. لو هنتكلم بقى عن قصة فرعون موسى اللي مكرهة المصريين في تاريخهم، ومخلياهم مش حابين ان هم يقربوا على تاريخهم.
أنا دايمًا أقول إنه باحب أسميه دايمًا فرعون موسى وسنينه، لإنه سنينه طبعًا مش معناها سنوات حكمه، ولكن الألم والأسى اللي بنحس بيه لمّا نفتكر أو نتكلم عن فرعون موسى. طبعًا يعني ناس كتير أوي عمّالين في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وبالذات في مصر عمّالين يضربوا أخماس في أسداس ويقولوا كل شوية فرعون موسى، يا ترى مين، يا ترى ده فلان، لأ عِلّان، لأ يعني أخماس في أسداس عمّالين يعني يدّعوا ادعاءات كتير كاذبة عن ملوكنا العظام، يتهموا أعظم ملوك مصر حتى ما يعني لم تسلم منهم حتى حتشبسوت السيدة اللي حكمت مصر ما سلمتش من اتهاماتهم، اتهامات اليهود. يعني قعدنا نسأل يعني المصريين عمالين يسألوا ناس كتير أوي ويخمنوا، يعني مش ناقص غير إنهم يعني ينجموا أو يضربوا الودع أو يقروا الكهف وعشان يعرفوا مين هو فرعون موسى. ف اتهموا رمسيس التاني. طبعًا يعني دي مقدمة لازم أقولها إنه اتهموا رمسيس التاني، وقعدوا يمكن في بعض ما بيسموا نفسهم الدعاة أو رجال الدين، قعدوا يعني يتكلموا ويألفوا على إنه هو رمسيس التاني بقى طبعًا لإنه من أعظم ملوك مصر، لإنه في اليهودية في التوراة يعني طبعًا هو في سرد مش مترابط إطلاقًا ببعضه، بيتكلموا عن بئر رمسيس اللي هي كانت عاصمة رمسيس التاني، وبعد كده بعد شوية بيتكلموا على مرحلة تانية خالص بعيدة مئات السنين. فالمهم إنه طبعًا هو بكل تأكيد مش رمسيس التاني، لأنه قالوا إنه السرد الديني أو القصة الدينية بتقول إن هو الفرعون ده ما كانش ليه أولاد، بينما رمسيس التاني كان عنده تقريبًا يعني 300 مخلّف 300 حوالي 150 من الذكور و150 من الإناث، فطبعًا هو كان عنده أولاد كتير جدًا، فم ح ف دي لا تنطبق عليه لإنه كان عنده أولاد كتير، بنات وولاد. كمان هم قالوا إنه اتخسف بآثاره وما يعرشون، حتى باللفظ إن هو خسفت بيه الأرض وآثاره مش ما لوش أي أثر، ولكن آثار رمسيس التاني مش بس موجودة في مصر، لأ دي موجودة في العالم كله. فإذًا هو مش رمسيس التاني. بالإضافة إلى إنه رمسيس التاني كمان مات موتة طبيعية، مات حوالي 3 أو 92 أو 93 سنة. فمات موتة طبيعية، كان الدنيا حَر أوي وما استحملش الحَر، وكان كِبِر بقى خلاص 93 سَنة في الزمن ده يعني ده مُعمِّر يعني. هو مات موتة طبيعية واتعمل له تحنيط اللائق بيه، وكمان قعدوا من ضمن الاتهامات اللي اتُهِم عشانها رمسيس التاني، قالوا أصل كان الموميا بتاعته عليها ملح كتير. طيب ما إحنا أصلًا أي موميا يعني بتتجهّز إحنا يعني بندلق عليها أطنان من ال أو يعني كميات هائلة من ملح النطرون، فبالتالي طبيعي إن هيبقى عليه آثار ملح يعني. فطبعًا هو مش رمسيس التاني، حتى في البعض قال لك لأ ده رمسيس التاني واحد اسمه وليد، يعني واحد كان أعتقد واحد أنا فاكرة كان قبل الثورة قال لك لأ فرعون موسى ده واحد اسمه وليد. طبعًا يعني القصة مش معروف القصة الدينية يعني مش عارفة ليه لم يُذكر اسمه، يعني عمومًا القصة دي للأسف يعني كرّهت المصريين في تاريخهم، لدرجة إنه يعني البعض أنكر وقال لك إنه لأ، فرعون موسى ده من الهكسوس. إن هو ده مخصوص من هكسوس مش مصري يعني، عشان إيه، يعني نبعد التهمة عننا. ووصل بالبعض إنه يعني عشان ينكروا أي علاقة لينا بالموضوع، فأنكروا حتى أو تبرّؤوا البعض تبرّأ من كلمة فرعونية، مجد الفراعنة.
وكلمة فرعونية اللي احنا اشتهرنا بيها، وهي طبعا ليها أصل في التاريخ المصري وهنتكلم عنه. تبرأوا من الكلمة، من اللقب اللي هو العالم اللي كل شغل حوالينا بتتخانق عليه. ف يعني وصل بينا الحال لدرجة إن احنا نتبرأ من هذا اللقب العظيم اللي هو لقب فراعنة، اللي هم بيميزنا عن أي شعب في الدنيا، وبيميز أول حضارة في تاريخ البشرية وأول ديانة في تاريخ البشرية. ف لما نيجي نتكلم بقى عن الهكسوس، تعالى يعني اللي هم بيقولوا الفرعون ده كان من الهكسوس، وبيتبرأوا من ملوك، يعني من كلمة فرعونية. تعالوا نشوف كلمة هكسوس هي يعني معناها ايه اصلا. هكسوس معناها، هي كلمة مصرية من مقطعين، وهي حكاو خسوت. حكاو خسوت يعني حكاو جمع كلمة حاكم، يعني معنى حكام، الواو اللي في الآخر دي واو جماعة. فهي حكاو خسوت. خسوت اللي هي أجانب، يعني حكام الأجانب أو الملوك الأجانب. ومن كلمة خسوت احنا ما كناش بنحب الأجانب لدرجة إنه كلمة يقول لك خسئت. خسئت يعني أنت ما بقيش مصري، انت اجنبي، انت مش مصري. ف يعني دي كانت يعني لغايه الان كلمه خسئت كلمه عندنا لسه بتدي انطباع وحش قوي، انه انت وحش، انت وحش، يعني انت مش مصري، انت يعني لا تنتسب لمصر والمصريين. الهكسوس احنا الحكام الأقاليم الأجنبية دي اللي هي باختصارهم الهكسوس، هنتكلم عنهم ونقول يعني هم مين من التاريخ المصري. الهكسوس بشكل عام احنا وصفناهم بأنهم وباء. وصفناهم أحيانا بالعامو، وأحيانا قلناهم هم الطاعون. الطاعون يعني شوف، الطاعون كان أبشع حاجة ممكن تحصل لأي شعب في التاريخ ده، اللي ما كانش ليه أي علاج ولا يعني كان يعني بيبيد البشرية. وباء. وباء هم وباء وطاعون يعني ملهمش حل، ملهمش علاج. هم لما يجوا أو يعني يهاجموا أي شعب، فهم يعني هيدمروا البلد وهيدمروا الشعب. فهم وباء وهم طاعون. ولغاية الآن احنا لغاية يعني دي يمكن بتفسر ان احنا المصريين لغاية الآن لما ممكن احيانا لما بنتضايق من حد ونقول ده طاعون، يعني ده يعني ده عامل زي الهكسوس، ده وباء، ده حاجة بشعة جدا. طيب مين بقى يعني هم الهكسوس اللي عمال يعني للأسف مصريين عمالين يتبرؤوا من كلمة فرعونية والفراعنة ويقولوا لا الفراعنة دول هكسوس. الهكسوس لما هنيجي من كتب التاريخ هنلاقي كده سليم حسن قال عليهم ايه، بيحكي حكاية لواحد مصري بنسميه، كان هو مصري سكندري، هو كاتب بنسميه بالنحوي من كتر ما كان بليغ قوي في الكتابة وسرد الأحداث، فكان بيتسمى بالنحوي السكندري، وكان اسمه أبيون المصري. أبيون ده شتم اليهود اللي كانوا يعني في الفترة دي في تقريبا سنة 32 ميلادية. فأبيون المصري شتم اليهود وقال دول أحقر شعوب الأرض، أحقر ناس ممكن واحد يعرفهم. فكان في واحد وقتها موجود في مصر اسمه يوسف أو يوسفوس، كان موجود سنة 32 ميلادية. هو مؤرخ مفروض يهودي. قال له أنت إزاي تشتم اليهود أصلا هو بيقول له يعني إزاي تشتمهم، وأصلا النبي موسى والنبي يوسف أصلا من الهكسوس، فأنت إزاي تشتم اليهود وهم أصلا هكسوس؟ يعني هم كانوا أو يعني حكام أقاليم من تبع حكام الأقاليم الأجنبية، هم أجانب مش مصريين، وبينتموا للشعب اللي المصريين كرهوهم، اللي المصريين داقوا منهم الأمرين. وده الكلام ده مكتوب في كتاب المؤرخ العظيم سليم حسن في موسوعته الحضارة القديمة، الحضارة المصرية القديمة، وأعتقد كان في المجلد الأول كمان. فقال لهم فده بيبين انه
يعني القصة دي ده تاريخ بقى، لأنه ده ما كانش دين، ده حوار بين أبيون وبين يوسف أو يوسفوس اليهودي. فلو هنتكلم بقى عن كمان سليم حسن قال إيه عن الهكسوس؟ مين هم الهكسوس؟ زي ما وصفهم قال لك إنهم العرب، وصفهم هم العرب. فطبعا أكيد مش إحنا، يعني أكيد إحنا مش عرب. يعني فإن هو يوصف الأعداء اللي هم جم احتلونا ودوقونا المر، إذا ما هنحكي هم عملوا فينا إيه. فبالتأكيد إحنا مش هكسوس، والفراعنة مش هكسوس. والهكسوس دول تاريخيا زي ما وصفهم سليم حسن، فهم في منطقة الجنوب أو الشام، جنوب الشام، والعرب اللي هي شبه جزيرة العرب. ليه هو قال عليهم العرب بس؟ ليه هم شبه جزيرة العرب؟ اللي كان، ولما بنتكلم ده تاريخ يعني مش تاريخ، مش معناها ان حد يزعل من حد دلوقتي. احنا المفروض نعرف التاريخ ونفهمه علشان نستوعب الاحداث ونتعامل معاها بهدوء وندي كل واحد، كل صاحب حقه يعني. فكون ان احنا حاربنا بعض زمان، او هم حاربونا واحتلونا، ده مش معناها انه يبقى في كره حالي. فالمهم انه ليه انا بقول ان هم شبه جزيرة العرب؟ لا، هو سماهم العرب لانه طبعا ان العرب دي تسمية مصرية فرعونية، بمعنى هي إقلاب لكلمة عبر، لأن هم اللي كانوا بيجونا عن طريق سيناء، كنا بنسميهم العبرانيين أو العبروا والعبيروا. حتى كان من ضمن ما بنسميهم إن هم اللي بيعبروا ويدخلوا بلادنا وليهم طريق في العبور ودخول مصر. لما نقلب كلمة عبر هتبقى عرب. يمكن احنا وصفنا يعني حاولنا يعني نفصل بين اللي عايشين في منطقة الشام واللي عايشين في شبه جزيرة العرب، فادينا كل واحد اسم. كان الكلمات بتتعمل بطريقة بسيطة جدا زمان. فأحمس لما جه يطرد الهكسوس من مصر، هو طردهم يعني أو طاردهم من ناحية الشمال أو جنوب الشام، وطاردهم كمان في منطقة الحجاز. مش بس طرد أو طاردهم في منطقة الحجاز، ولكن هو عمل معسكرات في منطقة الحجاز في مكة والمدينة. ومنطقة الحجاز كلها دي أساميها مصرية فرعونية. حتى إن هو لما أسس المدينة سماها على اسم العاصمة بتاعته في الأقصر، اللي هي طيبة أو طيبة زي ما لسه بينطقوها أهلنا في المنيا لغاية النهاردة، طيبة. وعشان كده يمكن لغاية النهاردة بيقول لك أهل المدينة طيبين. طيبين نسبة لأن هم أصلهم كانت من مدينة أحمد سماها طيبة أو طيبة. وطبعا مش بس اسم طيبة انتشر بس في منطقة الحجاز، ولكن هنروح لغاية منطقة التبت نفسها، هي نطق تاني أو كتابة تانية لطيبة أو طيبة، اللي هي عاصمة الملك أحمس العظيم في الأقصر. المهم إنه ليه عمل معسكرات في المنطقة دي؟ لأنه عشان يمنع الهكسوس إن هم ما يجولناش تاني من منطقة الحجاز. وعلى فكرة منطقة الحجاز أولا آثارنا المصرية الفرعونية موجودة لغاية النهاردة كتيرة وتم رصدها. مش بس كده، وكمان كل اسم أو يعني مش لو قلت كل شبر حتى في منطقة الحجاز، هي في الأصل المناطق القديمة كلها أساميها مصرية فرعونية، وده موضوع تاني. ده بيبين إنه يعني إحنا مش هكسوس، والفرعون مش هكسوس، والفراعنة هم مصريين ونفتخر، وإن إحنا ما فيش داعي إن إحنا نتبرأ من اللقب. وعرفنا مين هم الهكسوس. المهم إنه لسه ناس كتير عمالة بتتساءل مين هو فرعون موسى، وعمالين يضربوا زي ما قلنا أخماس في أساس فرعون موسى مين هو. يعني أسئلة كتيرة جدا، وبعدوا يعني راحوا طرقوا أبواب كتيرة جدا، ولم يطرقوا أهم باب، الباب الرئيسي وهو باب مصر
وسجلات مصر التاريخية اللي هي أكتر سجلات موثقة على وجه الأرض، أكتر كتابات تاريخية موثقة، لأنه اللعب فيها قلنا التزوير في الحجر أو في البردية بيبان وبتعرف، فأكتر كتابات في التاريخ مش متزورة. فالفرق الناس كتير يعني ما حاولوش يشوفوا في التاريخ المصري ايه موضوع فرعون موسى والهكسوس، وهل فعلا كان عندنا يهود، ولا كان عندنا طبعا اليهود اصلا ما كانش ليهم وجود قبل ما يكتبوا التوراة في السبي البابلي من 2500 سنة فقط لا غير، بينما القس أو شخص النبي موسى ده بيرجع لحوالي 3500 سنة تاريخيا يعني، أو لو حاولنا نشوف هو كان موجود في أي زمن دينيا، وهنشوف في التاريخ هل كان موجود ولا لا. ففي علماء كتير أنكروا فكرة أو أنكروا حكاية إنه اليهود كان ليهم أي وجود في مصر، أو كآسيويين. طبعا ما كانش في حاجة اسمها يهودية من 3500 سنة. في ناس أنكروا لأنه قالوا حادث كبير قوي يعني يقول لك آلاف خرجوا، طبعا هو لا آلاف ولا حاجة، يتعدوا على 7 وهنشوف الحكاية كانت إزاي. قصة بالشكل ده يعني، وشق البحر والناس والملك غرق وكل جيشه غرق، ويعني بالشكل السرد الديني. فقصة بالشكل ده مستحيل ما يكونش ليها ذكر في التاريخ المصري، لأن هو كتير قالوا إن القصة بالشكل الديني بالسرد الديني دي ملهاش أي وجود في التاريخ المصري بهذا الشكل وفي هذا السياق يعني. ف في كتير قوي علماء قالوا لا، دي القصه دي لم تحدث، حتى بما فيهم علماء على فكره يهود نفسهم، علماء تاريخ يهود معاصرين قالوا ما حصلش حاجه زي كده. ان المصريين حتى نكته كنا بنقولها، الاغنيه اللي بنغنيها واحنا بنشتغل كنا بنكتبها واحنا بنشتغل على الجدران. فحاجه زي كده مهوله زي كده، وحرب بالشكل ده ما نكتبها. فهم عشان كده انكروا انها حصلت. ولكن يعني انا زي ما بقول، ناس كتير قوي عماله تدور على مين فرعون موسى، مين فرعون موسى، وما بيحاولوش يشوفوا طب مين هو اصلا نبي موسى في التاريخ المصري. طب اذا احنا فرعون ما نعرفوش، ما اتذكرش وملوش اي وجود بالشكل السياق الديني، طب هل النبي موسى كان موجود؟ هل في مصر؟ هل ليه تواجد؟ تمام. برضو ده في علماء كتير أنكروا إنه النبي موسى كان ليه وجود في التاريخ المصري. ولكن أنا لما كنت بقرأ كتير بخلال قراءاتي، لقيت إنه في شخص بالفعل هو يكاد يكون أقرب شخصية شخصية. للنبي. في شخصية في مصر أقرب ما يكون، أقرب، لكن ما فيش تطابق كامل. تطابق، لا خالص. هو كان في شخصية بس ما كانش اسمه موسى على طول، ولكن اسمه رع موسى. رع موسى أو بيسموه رموزة أو راموسة. هو أكتر شخصية، يعني أقرب شخصية للقصة القصة الدينية، متقاربة. ولكن بتختلف تماما عن السياق الديني بنفس السرد. ليه؟ تمام. ليه أنا قلت إن هو أقرب شخصية؟ لأنه أولا هو كان بيشتغل أولا الاسم طبعا، رع يعني إله الشمس رع، وموسى يعني ابن المية. واللي عايزة أقوله إنه الشخصية دي هو كان وزير كبير، ورث يعني مناصب كبيرة جدا عن عمه. أنا هوريكم معايا صورة ليه. هو ورث مناصب كتيرة جدا عن عمه. عمه اسمه أمين حتب بن حبه. ده كان كاهن كبير جدا، مش بس كاهن كبير الكهنة، ولكن كان بيشتغل مع
أمين حتب أمين حتب الثالث اللي هو بابا إخناتون. بقى إخناتون هو أمين حتب الرابع قبل ما يبقى إخناتون، واليهود بيسموه أمينوفيس. فهو كان بيشتغل عند بابا إخناتون، اشتغل شوية وبعدين مات. اللي ورث كل المناصب بتاعته هو رع موسى، وبعد كده كمل مع إخناتون. إخناتون طبعا كان معروف في التاريخ كله إن هو ليه كان توجه ديني معين، إن هو غير في الديانة المصرية شوية. هو يعني ما جابش دين جديد بصراحة، يعني هو بيقولوا هو أول واحد من الموحدين، ولكن هو التوحيد كان عندنا يعني من يمكن عشرات الآلاف من السنين. ليه؟ لأننا كنا معتقدين إنه الآتوم اللي هي بني آدم، اللي هي الإله الشمس العظيم اللي خلق نفسه بنفسه. وبما إنه الشمس واحدة، من هنا جت فكرة التوحيد، لأنه الشمس واحدة مش اتنين. فمن هنا جت فكرة أو مفهوم التوحيد في مصر الفرعونية من عشرات. يعني قصة التسوع اللي هي أول قصة لتصور لخلق يكون في الدنيا كلها كانت في عين شمس، ودي عمرها ما يقلش عن حوالي يمكن 10,000، في حدود 10,000 سنة. فالمهم إنه بدأت تتكتب طبعا مع بداية الكتابة من 5,000 سنة، لكن هي التوحيد كان واضح قوي من هذا التوقيت، وأبقى أقدم من كده بكتير. تقديس الشمس ليه؟ إحنا طبعا قداسة الشمس ليها أسباب كتيرة جدا. كنا بنعتبر إن هو إله النور اللي بيهدينا للخير ويبعد عننا الشر، لأنه لما بيطلع بينور لنا طريقنا، فبنقدر نشوف الحاجة. لو في حفرة، لو في حيوان مفترس ممكن ياكلنا، تعبان بتاع، فهو اللي بيهدينا للخير وبيبعدنا عن الشر، وهو بينور لنا طريقنا. فالأسباب كتيرة قوي. طبعا في البدايات خالص كنا بنشوف، بندرس، نحاول نعرف الخلق بدأ إزاي. ف كنا مهتمين قوي بالموضوع ده. المهم انه اخناتون ما جابش على فكره دين جديد، ولكن هو كان جده تحتمس الرابع كان هو يعني بدأ يحيي الديانة عين شمس أو التسوع اللي كانت موجودة، أو يمكن على الأقل تقدير 7,000 سنة. فهو كان تحتمس الرابع هو بدأ يحييها، ولكن كان بطريقة سرية شوية أو على استحياء. جه إخناتون بقى هو اللي جهر بالدعوة وإحياء ديانة عين شمس الجديدة القديمة. فاللي هي الإله الشمس اللي مادد إيده بالخير عن طريق الشعاع بتاعه، دي اعتبرناها يد الإله الممدودة بالخير للشعب المصري، فجاي لنا من السماء. إخناتون كل الحكاية إنه كان لقى إن كهنة الإله أمين كانوا أقوياء جدا، وكانوا في إيدهم مقدرات الدولة من الناحية المالية. هم بياخدوا بقى الزكاة والعشور، والزكاة كان عندنا كان اسمها عشور ومعون. فهم كان معاهم يعني مسيطرين على الشعب جدا، واخدين اقتصاد الدولة في ايديهم. فطبعا هو كان عايز يخلص من السلطة بتاعتهم، فعمل بعض التغييرات في الدين علشان يبقى له أتباع ويقدر يبعد المصريين عن سلطة الكهنة اللي كانت موجودة في الوقت ده. فمن ضمن الحاجات اللي عملها ان هو حرم رسم او حرم عمل تماثيل للآلهة. هو كان الاول طبعا احنا بنقول امين، هو كان اسمه امين حتب الثالث الرابع، اخناتون امين حتب الرابع. فهو كان اسمه امين قبل ما يبقى اخت اتون او اخناتون. فهو عمل بس تغييرات بسيطة كده في الديانة علشان يخلص من سلطة الكهنة. يجي بقى رع موسى. رع موسى قلنا كان بيشتغل مع إخناتون، واشتغل مع باباه واشتغل معاه. هو كان منصب وزير. وزير هو اسم من اسامي الاله وزير. وبما ان وزير هو كان المسؤول عن كل حاجه في مصر، كان يعني هو كل حاجه في مصر، هو اله كل حاجه في مصر، وبالتالي
خدنا اسم واشتق من اسمه، قلنا هناخد اسم اللي هو وزير لأي واحد مواطن عادي بيشغل مناصب كبيرة مسؤول عن حاجات كتيرة بقى اسمه وزير، ودي كلمة مصرية فرعونية يعني تعادل رئيس الوزراء النهاردة. بس رئيس الوزراء أو الوزير زمان كان بيبقى كمان مسؤول عن السلطة الدينية، كان كبير الكهنة وكبير المرتلين وإلى آخره، فهو كان برضه مسؤول عن السلطة الدينية. رع موسى كان اللي ليه بقول هو الأقرب شخصية، هو كان اشتغل مع إخناتون وكان تشرب بالديانة بتاعت إخناتون، وقبلها باباه أمين حتب الثالث، وبعدين هو عمل لنفسه مقبرة في الأقصر، والمقبرة دي لم تكتمل. واضح جدا انه فجأة هرب مع اخناتون. احنا عارفين ان اخناتون الشعب بدأ يتضايق منه قوي، انه بدأ يغير في الدين، فالناس بدأت تتضايق منه، فحس ان هو الحصار كل يوم بيزيد عليه اكتر واكتر، فهرب وهرب مع الوزير بتاعه اللي هو رع موسى، وراحوا على تل عمران أو تل العمارنة. تل، وكل دي كلمات مصرية فرعونية. عمر يعني بيعمر، اللي جت منها كلمة عمارة وعمران والمعمور، وجت منه كلمات كتيرة جدا باللغة المصرية الفرعونية. فراحوا لتل عمران. تل عمران على فكرة هم مش هم اللي يعني اكتشفوه أو بدأوه، لا، تل عمران اللي هو في المنيا في ملاوي، هو كان معروف طول عمره وكان مأهول بالسكان زمان، لكن المنيا طول عمرها لما كان في مصر بيحصل فيها يعني حروب، بيجي لها غزاة، بيحصل فيها عدم استقرار سياسي أو كده أو ثورات، كانت المنيا بالذات هي أكتر مكان في مصر آمن، ما بيطلوش أي مشاكل. فعشان كده هو قال لك ده أكتر مكان آمن، نطلع على تل عمران ونعيش ونعيش هناك ونكمل. لما راح هناك عمل برضو مقبرة لنفسه، ولكن برضو واضح انه للمرة الثانية هو حصل الهروب الأول من الأقصر لتل عمران أو تل العمران. الهروب الثاني من واضح قوي ان هو ما كملش مقبرته وهرب مرة واحدة وملوش أثر، وكمان ما اتدفنش فيها. فده عشان كده إلى حد كبير إنه يبان إنه هو أكتر شخصية اللي هو هرب. بس الهروب بقى، لو نشوف الهروب طبعا يعني تاريخيا مش معروف إن هم كام، بس أعتقد طبعا هم كانوا بيجوا عشرات، مش هيزيدوا عن عشرات طبعا. هم في الغالب هربوا أو طبقا، انا مش عايزه ادخل، انا مش بحب اتكلم دين قوي، انا بتكلم التاريخ، انا بتكلم عن القصه دي بالذات لانها مأثره على المصريين، مخليهم يكرهوا تاريخهم. في الغالب لما الجماعه الاسيويين، الاوائل الاسيويين كانوا واخدين السكه قياسه رايحين جايين. طب ليه هربوا يعني اصلا؟ لانه احنا في الاسره وقت اخناتون اسره 18 كان أولها الملك أحمس اللي هو أحمد، لأن السين أو السين بتتبدل مع الت والدال، فأحمس هو أحمد نفس الاسم. فالمهم الملك أحمس في بداية الأسرة ال 18 يعني، وإحنا المصريين يعني فقدنا الأعزاء والحبايب، يعني فعلا لسه دمنا ما بردش، واحنا عمالين بنطارد الهكسوس اللي طلعوا عينينا اللي هم آسيويين، واحنا قلنا آسيويين من شبه جزيرة العرب. ف يعني لسه دمنا ما بردش، وهو فتح البلد على مصراعيها يستقبل الآسيويين بقوا رايحين جايين، واكلين خير مصر، ما بقاش مركز في حكم مصر قوي. فمصر ضعفت، وتاني بقت معرضة إن الهكسوس أو شعب الهكسوس إن هم يدخلوا تاني بلادنا، والهدوء المر تاني اللي احنا لسه ما نسيناهوش أصلا يعني. فقرر حور محب، قال لا، الوضع ده مش هيستمر يعني كده. كان قائد عسكري، ما كانش فيه بقى ملك في الأقصر بيحكم مصر في الوقت ده، كان
اللي موجود في الأقصر هو القائد العسكري حور محب، القائد العظيم اللي بقى ملك بعد كده. حور محب قال يعني جهز جيش، وقال لا، لابد من تحجيم إخناتون، كفاية بقى كده، ونلم البلد تاني وترجع، يعني نلم مصر تاني يعني. فالمهم لما اللي عرفت كده الملكة دي، فراحت لابنها تحذره، قالت له خلي بالك، المصريين بيجهزوا بقيادة حور محب، عاملين جيش، في جيش جاي، يعني هيحجمك بشكل ما، هيوقفك عند حدك. ففي ناس خافت، اللي هم أتباع إخناتون، وقرروا إن هم يهربوا، وقرروا إن هم يهربوا فيه كمان ليلة شم النسيم في الغالب يعني. المصريين بقى مشغولين في الأعياد وبيحتفلوا، وقيامة أوزوريس الكبرى وعيدنا الكبير والحج وموضوعات كبيرة جدا، فقالوا ده أنسب وقت للهروب. ف واضح ان هم لو هربوا، لو كملت القصة، يعني ما فيش دليل طبعا على ان هم هربوا، لكن واضح بالتأكيد أن حور محب كان راح لهم وحجب إخناتون، وبعد كده إخناتون اختفى، ليه أي أثر، ما بقاش ليه أي أثر. فأنا تصورت على نفسي أنه هو كلهم هربوا إخناتون مع موسى على سينا، عن طريق مدى موجود لغاية دلوقتي، طريق كبير اسمه طريق الشيخ فضل. الشيخ فضل ده هو مدى وأقرب طريق من ملاوي للسويس. فواضح إن هم مش بس آسيويين، ولكن أتباع إخناتون اللي خافوا على المعتقدات الجديدة اللي آمنوا بيها مع إخناتون، فخافوا عليه، فقالوا يهربوا بنفسهم، ينقوا بنفسهم ويهربوا من حور محب، ويمشوا يهربوا عن طريق سينا، ويشوفوا بقى هم بعد كده هيرجعوا على آسيا، على الشام تاني أو كده. لكن هم اختاروا طريق الجنوب علشان المنطق بيقول ان هم هيطلعوا على الفرع السابع، زي ما هم كانوا معتادين ان هم يجوا، او يمشوا شويه بالبر ويطلعوا على الشام. هم نزلوا غالبا على منطقه الطور، وقعدوا فيها شويه، وحتى الآثار الموجودة بالعيون موسى الموجودة، أو اتسمت عيون موسى هناك. لكن الفكرة إنه على ما يبدو ان هم حتى حكايه لما القصه اللي هم بيقولوها ان هم تاهوا لمده 40 سنه في سيناء، فهم اتضايقوا من اخناتون ورعى موسى، اللي من الدين بتاعهم، اللي هو وان هم هربوا وسابوا مصر وصدقوهم. فعملوا هناك، قالوا لا، احنا هنرجع للديانة المصرية القديمة، ورجعوا يعبدوا، يمارسوا الطقوس المصرية. فعملوا اللي هو معبد، أو راحوا يعبدوا هناك في معبد سرابيط الخادم، اللي هو بتاع هاتور، اللي هي بقرة ومش بقرة، وبقرة فاقع لونها، واللي هي يعني مش بتحمل صفة البقرة الطبيعية، لأن الإلهة هاتور أو حتحور هي كان دايما بتطلع في شكل البقرة ودان البقرة، علشان هي رمز الخصوبة ورمز الأمومة ورمز حاجات كتير ليها علاقة بأرض مصر والديانة المصرية، واللي هي مسؤولة لما بنموت مثلا، هي اللي بتبقى موجودة في الشجرة المقدسة، شجرة الجميز، وهي اللي بترضع الناس اللي توفوا باللبن. والمهم ليها علاقة بالخصوبة والأمومة. فيبدو على ما يبدو إن هم كانوا بيعبدوا، عبدوها، رجعوا يعبدوها تاني فيه. عشان كده لما في معبد هو سرابيط الخادم، اللي هو هتور أو حتحور، اللي هو البقرة المقدسة، فاللي هم لغاية دلوقتي هم عندهم قناعات بيها، بيدوروا لسه عليها لغاية الآن. فالمهم يعني إنه دي معبد سرابيط الخادم، لما إسرائيل احتلت مصر في في حرب قبل 73، لما كانت سيناء محتلة، كانوا مركزين جدا على انه
كانوا سرقوا كتير وخدوا تماثيل وكسروها. كانوا مركزين قوي على المعبد ده لان هم طبعا المثقفين هناك اللي هم يعني عارفين يمكن فاهمين حاجات كتير. هم عارفين كويس ان هي دي البقره اللي مش بقره يعني في الغالب، وان هم كانوا رجعوا الاسيويين رجعوا للديانه المصريه دي في وقتها. هنرجع بقى لقصه في الهروب. بيقولوا ان هم عدوا البحر الاحمر. الناس طبعا علشان تعظم من القصه أنا بس الدينيه. كنت عاوز قبل ما و... نخش للسكة دي، كنت عاوز أعمل مقاطعة في اللي م? حضرتك ذكرتيه، يعني مداخلة كده لو ممكن، مش تاخد دقيقة ممكن أو أوي أقل يعني. أوي آه، اتفضل. تمام. إحنا هنكمل شوية كمان، يعني حضرتك هتكملي في السرد سواء إن هم خرجوا إزاي أو شيء زي كده. ولو كانوا اتكلموا عن رمسيس إن هو فرعون موسى ما نفعش، علشان زي ما حضرتك ذكرت عنده يعني قرية كاملة من الأطفال والولاد والبنات، فهم حاولوا يحولوه تاني م? على مرن بتاح. بالنسبة م. للوليد اللي انت حضرتك ذكرتيه، اللي هو تقريبا يمكن ربما يكون أول حد ذكره سعد الدين الهلالي ممكن. فهو كان بيتكلم عن واحد أعتقد اسمه الوليد بن ربما أعتقد هو الوليد بن مصعب أنا بن ريان. والوليد بن مصعب بن آه. ريان دوت، ده اللي اتكلم عنه مجموعة كبيرة من الكتاب، يعني أو الناس المسلمين الاوائل زي الطبري مثلا او عبد الحكم او غيره من الناس، كانوا بيتكلموا انه غالبا هو اسمه الوليد ابن مصعب ابن ريان، وهو من الهكسوس، وكانوا اقارب، يعني موسى والوليد دوت هم اقارب. وكانوا بيدوروا الحوار على نفس الفكره ديت انه. وطبعا انا لو حضرتك اتكلمنا على الخاص على فكره الفراعنه، وان انا ليا فيها راي، وحضرتك شايفه انه لا احنا هنبقى فراعنه عادي جدا ودي كلمه لازم نعتز بيها وكده، اوكي يعني، وحضرتك م. وضحتي دوت في المساله. فحضرتك كمان بما ان بنتكلم عن فرعون موسى وسنينه، هتقولي كمان عن موضوع مريم بتاح واللوحه اللي هي بتاعت في نهايتها وقضينا على نسل ولا قوم اسريار او اسرائيل او ايا كان الاسم اللي كان مكتوب، وقعدوا يحولوا فيه عشان يوصلوه لاسرائيل، وتبتدي تكملي على فكره الخروج. تمام يا فندم؟ تمام. اتفضلي. ده كمل. اه انا بس في البدايه عايزه يعني هتكلم على حضرتك قلت عليه. بس انا عايزه نحط نفسنا حتى انه في القصه حتى الدينيه انه ان في نبي. واحنا قلنا شرحنا المره اللي فاتت يعني ايه نبي. النبي كلمه مصريه فرعونيه من مقطعين معناها السيد او سيدي، وهي اسمها من نبئي. نب يعني السيد، واي اللي هي يه النسبه. فنبي على بعض معناها سيدي او السيد. ده وكلمه على فكره مصريه مكتوبه في اصلها الاغنيه، مكتوبه في الاغنيه مكتوبه. دي نبي دي. طب انا خدت بالي، اتفضلي. كلمة مصرية فرعونية. عشان كده تاني نفكر احنا الوحيد اللي بنقول وحيد من نبى النبي نبي، وبنسمي الستات عندنا اسم نبية، وده مش موجود في حتة تانية. فالمهم بفرض انا بتكلم عن القصة الدينية انه كان في ناس في شخصية معينة راحت للملك او الفرعون ويقول له انا بدعيك لدين جديد، وده اجنبي مش مصري. انا بدعيك لدين جديد وعايزك تؤمن بالدين بتاعي. ف يعني هل الملك، يعني أنا دايما أقول وما ذنب الفرعون، يعني هل الملك من المفترض ملك مصر أعظم بلد في الدنيا، أقوى بلد في الدنيا، أقوى ملك في الدنيا، يعني مصر وما بعدها يعني ما فيش بلد، يعني بالنسبة لنا ما فيش أي بلاد تانية موجودة غير مصر يعني. المهم هل من المفترض من الملك إن لما حد يجيله أجنبي يقول له انا بدعيك لدين جديد، وهو اصلا عنده دينه اللي هو الدين يعني راسخ في الوجدان ومرتبط بارض مصر ومصالح مصر الاقتصاديه، ويعني دين ليه علاقه بان مصر دايما تبقى قايمه على رجليها وواقفه وعظيمه. فهل من المفترض يعني ان الملك لما يجي له حد، هو تخيل دلوقتي ملك مصري او رئيس مصر يجي له حد يقول له، واحنا عندنا مثلا معتقداتنا الدينيه الحاليه، يقول له انا جالك بدين جديد عايزك تؤمن بيه، هل بالسهوله دي انه ممكن يغير دينه
ويقبل الدين الجديد، يقول له حاضر وانا هغير ده يبقى مش متدين اصلا. يعني الدين ايه بقى اللي يقدر الواحد يغير، او معتقد ايه اللي يقدر الواحد يغيره بالسهوله دي؟ انه انت عايزني اغير دين، حاضر. وهو طب وما ذنب فرعون اصلا لو هو شايف ايا كانت الشخصيه اجانب عايشين على ارض مصر غير مرغوب فيهم ايا كان الخلفيه بتاعتهم؟ ملك مصر شايف انه في اجانب وانه غير مرغوب فيهم، ومن واقع السياده الوطنيه هو قال لهم انا مش عايزكم، امشوا امشوا. وهم في الاخر هربوا. يعني هو قال لهم انتوا غير مرحب بيكم. المفروض ان هو قصه بتقول انه طردهم. هل مش من حق الملك المصري انه يطرد اللي مش مرغوب فيه من الاجانب بره مصر؟ مش من حقه يدي قرار جوه بلده؟ يعني ما احنا خلينا نبص للموضوع بشكل تاني. ده كان من حقه ان هو يعمل في بلده اللي هو عايزها، اللي هو ما بداله، ده بلده وده اهله المصريين. يعادل اللي هو عايزه ويمشي اللي هو مش عايزه، ده حقه. انا بقول حتى في السرد الديني ده من حق الملك اكيد طبعا. يعني ليه احنا دايما بنتكلم نقول فرعون موسى وانه طرد النبي موسى وهو وحش عشان طرد النبي موسى؟ طب ما هو اصلا يعني برضو كان عنده دينه المؤمن بيه، وعنده مصالحه، وعنده سيادته على بلده. فيعني ارحموا الملك، ارحموا ملوك مصر، يعني بلاش تقسوا عليهم. يعني دول كان اعظم ملوك في الدنيا وبيحبوكوا وبيخايفين على البلد ومصالحها وخايفين عليكم. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا كنا عايزين نتكلم، يعني قبل ما اتكلم، انت عارف حضرتك انه وده مكتوب في كتاب سليب حسن، انه لما راح اخناتون لتل عمران او تل العمارنة، سماها ايه؟ سماها القدس. القدس يعني اول بلد سمت القدس هي تل العمارنة. فدي حاجة يعني حاجة مذهلة بصراحة. انا بس يعني اسفه، مش فاكره حضرتك كنت هو قلت أمنحتب يعني كان هو نتكلم أمنحتب عن هو أمنحتب كان مصري ولا كان مشكوك فيه ولا إيه كان مصري قصته طبعا. أمنحتب؟ لا، مصري. مصري طبعا مصري. انا عايزه اوريكم صوره رعموسه برضو عشان تبقوا عارفينها. يعني انا مش عارفه هي باينه ولا لا لا. مش هتبان كده، مش هتبان. لو اهي كنت من على كده كده. الكمبيوتر كنا ممكن اه يعني عموما هو أو كنت يعني بعتها لي كان وأنا كنت عرضتها. متمصر. هبعتها لك ممكن. هو كان متمصر ولابس فرعوني وعايش تمام. بطريقة الفراعنة. المهم احنا لو هنتكلم على مريم بتاح بقى اللي هم برضو اتهموا، انا بعت لحضرتك الصورة على الماسنجر. لو هنتكلم على مريم بتاح هو طبعا يعني حاجة عظيمة جدا جدا للرئيس السيسي، انه من شخصيه قويه ووطنيه، انه شال. انا كنت دمي بيتحرق كل ما اروح المتحف المصري الاقي لوحه مريم بتاح مكتوب عليها لوحه اسرائيل. يعني حتى فرضا ان كلمه اسرائيل فيها، كل اللوحه دي العظيمه دي يعني مش شايفين فيها الا كلمه اسرائيل. يعني خلاص، يعني المصريين وانتصاراتهم وملوكنا وعظمتهم، يعني ولا حاجة جنب كلمة اتقالت إسرائيل. فحتى هو لوحة مريم بتاح مكتوب فيها، هي اسمها أصلا لوحة الانتصارات على فكرة. والحاجة العظيمة، الشيء بالشيء يذكر، إنه بنقول دايما التاريخ بيعيد نفسه. السادات لما انتصر في حرب أكتوبر على نفس الناس، قال لك لقد هزمنا الأعداء في 6 ساعات. هم هزمونا في 6 أيام واحنا هزمناهم في 6 ساعات. تخيل ان الكلمة دي هو مريم بتاح نفسه قالها وهو بيطرد الأعداء اللي هم كانوا بقى جايين لنا وقتها. هم نفسهم جايين لنا، كانوا بيجوا من الشام، من جزيرة العرب، من ليبيا بيسموها الليبيين، ومن السودان. يعني كانوا بيعملوا عليك حصار، كانوا عاملين حصار وقت مريم بتاح.
مش بس كده، الآسيويين لما كانوا بيعجزوا على ان هم يدخلوا لك ان في سور الحاكم اللي السيسي جددوا على فكره، اللي عملوا عند قناه السويس السيسي جددوا. ما اعرفش هو كان، ما اعرفش يعني حاجه مذهله انه التاريخ فعلا بيعيد نفسه. ده من 5000 سنه اسمه سور الحاكم، بيتعمل في شرق مصر او في سيناء او في عند منطقه قناه السويس عشان يمنع الآسيويين من دخول مصر. فالمهم لما كانوا بيعجزوا ان هم يدخلوا يهاجموك من الشرق، كانوا بيلفوا لك عن هم نفسهم، مش بس من ليبيا. هم بيروحوا يعملوا يعني يربطوا مع القبائل الموجوده في ليبيا وفي السودان علشان يعملوا هجوم من كل حته ويضعفوك ويقدروا يحتلوك. فالمهم بتاعها قال قد هزمنا الاعداء في 6 ساعات، وقال انه احنا يعني جبناهم الارض يعني. فيعني شوف الملك العظيم وشوف قد ايه التاريخ بيعيد نفسه. المهم هي لوحة مريم بتاح من ضمن الحاجات اللي بتقولها ان هو طرد كل الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر. احنا قلنا ازاي ان هم كانوا من ليبيا ومن السودان ومن جزيره العرب ومن الشام يعني شعوب كتيره جدا كانوا جم على عايزين نفسهم، يعني بيحلموا بان هم يعيشوا في خير مصر يعني. فقال انه طرد كل الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر. ومن ضمن الأجانب ده اسم لا يذكر اللي هم قوم يزرائيل أو إسرائيل. واحنا قلنا المرة اللي فاتت وحكينا خلينا نعترف ان الاسم موجود وكل حاجة، بس خلينا نعترف كمان ونقول ان إسرائيل، انه كلمة إسرائيل أصلا إسراء، هي من مقطعين إسراء وإيل. إسراء هو اسم من أسامي إله مصر أوزير أو أوزوريس اللي لا حصر لها، لا حصر لها. فهو الإله أوزير كان كل سنة ليه رحلة صعود للسماء ويهبط للأرض كل سنة الرحلة دي. ودي أول رحلة في التاريخ للصعود والهبوط للأرض، ولكن هو نفسه كان اسمه إسراء. إيل بقى برضو هي اسم من أساميه، وهو بيحمل نفس شكله وأوصافه. وكان بس الاسم ده اشتهر قوي في الشام ومعناها إله الخير. فإسرائيل أصلا كلمة أصلها يعني لما جم هم كآسيويين، الديانة المصرية الفرعونية هي الديانة اللي انتشرت في كل العالم القديم. كل العالم القديم من أقصى الشرق لأقصى الغرب وبدون استثناء، واللي لسه لغاية النهاردة هي موجودة في وجدان الشعوب. وده سر عظمة الحضارة المصرية، مش بس إنها الأولى ولكن لسه حية في وجدان كل الشعوب العالم. فالمهم إن ده اسم هم لما جم كآسيويين. احنا قلنا الديانة المصرية اللي اتنقلت لكل الأرض، فالعالم القديم. فالمهم انه هم لما جم زي مثلا انت لما بتروح زي يقول لك نصر الله او جند الله او يعني كل الاسامي دي من اسامي الناس بتختارها عشان تميز نفسها عن الناس التانية او القبائل او الجماعات التانية او شغل الجماعات عارفة. فهم اختاروا الجماعة دي الآسيويين، هم هيسموا نفسهم اسم من اسامي الاله وزير، وهيسموا من نفسهم يزرائيل او اسرائيل. وكانوا عشان يقولوا لما كانوا بيجوا مصر يقولوا ان هم برضو اتباع الاله اوزوريس، يعني على الديانه المصريه الفرعونيه. وحتى ان احنا قلنا برضو تاني نعيدها انه لما هم بيقولوا اتوناي اللي هو ادوناي اللي هو اتون، اللي هو نفس اللي هو اخناتون سمى نفسه. بيقول لك اتون الشمس، أتون الشمس على اسم الشمس نفسها، هو سماها أتون. فبيقول لك أتون الشمس. هم لما بيجوا حتى عندهم حاجة كده أنا كنت شفتها عاملة بالظبط زي الأذان اللي عند المسلمين، ونفس طريقة المناداة وكده. فهي بيقول أتوناي أتوناي اللي هو أو أدوناي، الت والدال حروف تبادلية. فهو حتى نفس الأسامي الآلهة موجود لغاية دلوقتي. وكمان من ضمن الآلهة حتى يعني مش عايزة أقول حتى في البعض جماعات، في بعض الجماعات منهم اللي برضو سموا نفسهم على اسم اسم من أسامي الإله أوزير، أوزيريون، زايون بنطق أوزريون
فاتنطق اسامي كتير، فهم تمثلوا برضو جماعه خدت الاسم يعني. لما اسرائيل بالمناسبه لما بالنسبة للصورة عملوا بس بتاعت رع موسى، لما تحبي حضرتك تعرضيها هي موجودة الوقت، أنا أقدر أعرضها، بس وقت ما تقولي حضرتك لي أنا تفضل هعرضها. اعرضها. لا اتفضل حضرتك اعرضها ونكمل. معلش أنا بقاطع حضرتك، بس يعني علشان تبقى لا لا اللي لا لا حضرتك بتقوليه ابدا، ما مرتبط كله موضوع بالصورة. واحد. دي صورة رع موسى ومراته، شوف يعني متمصرين وعاملين زي الفراعنة وكل حاجة. على فكرة تمام. يعني يعني قد ايه يعني يعني ده في محاولة انه يعني اللي هو يعني إن زي ما بيقولوا النيل من مصر ومن تاريخها ومن مجدها. بتاريخ في جريدة المصري اليوم بتاريخ 17/8 سنة 2017 كان مكتوب فيه زي تحقيق صحفي عن واحد سعودي داخل مطار المصري، واتمسك ومعاه لوحات حجرية بالظبط زي دي. على فكرة معمولة لوحات كمان موجودة في الأقصر بالظبط من المقبرة بتاعت رع موسى، ولكن مكتوب عليها بالعبري طبعا، واللي مدخلها واحد سعودي على فكرة. وانا قايله في المصري اليوم بتاريخ 17/8/2017. طبعا اليهود عايزين بكل الطرق يثبتوا القصة الدينية وانهم مضطهدين والمصريين طردوهم ومش عارفة ايه، وان الفرعون كان عايزين يخلوا الحضارة الفرعونية حاجة وحشة ويثبتوا انها وحشة في اذهان، حتى انه البعض بدأ يتبرأ من اعظم لقب هم يتمنوه. حتى انه اليهود على فكرة أو الإسرائيليين يعني قبل ثورة يناير عملوا بحث كده وكتب في الجرائد المصرية. على فكرة اليهود بيدعوا إن الفراعنة يهود، عشان حللوا DNA وقالوا إن الفراعنة يهود. بس الموضوع مش كده على فكرة، الموضوع إنه لما زي ما أنا بقول إنه في مصريين من أتباع إخناتون ومع الآسيويين هربوا بالمعتقدات الجديدة اللي رسخها في دماغهم إخناتون، وهربوا وقدروا إن هم بشكل أو بآخر إن هم يوصلوا لمنطقة فلسطين ويستقروا ويعيشوا ويكملوا. فلما حللوا DNA قالوا لك إنه لقى فيها من DNA بتاع الفراعنة، فقال لك إن الفراعنة أصلهم يهود. لا، هو مش كده. هم اليهود هم نفسهم فيهم عرق مصري فرعوني. هم المصريين اللي هربوا من هنا مع أتباع إخناتون راحوا قعدوا وهم كملوا بشكل ما، وعشان كده لقوا إن DNA فيه تشابه على فكرة. فالحاجات دي المفروض على فكرة نناقشها بمنتهى يعني بطريقة مفتوحة، لأن أنا الأوان بقى كفاية بقى ادعاءات وكفاية خوف من إن إحنا نفتح السجلات وندرسها بطريقة علمية، عشان عايزين نعرف راسنا من رجلينا بقى ونستقر ونبني بلدنا. يعني كفاية، لأنه فكرة إن أنت وحش، أنت ما أنت انت طردت اليهود، انت ما بتؤمنش بربنا، انت مش عارف. يعني اتهامات بتخلي الواحد فعلا مكسور وخايف يعني حاسس انه مش قادر يفرد ظهره كده ويفتخر بنفسه. وعمرنا ما هنقوم لنا المكسور عمره ما هتقوم له قومه. لازم تبقى انت واثق من نفسك وحابب نفسك وحابب تاريخك وبتفتخر بيه علشان تقدر تقوم وتدافع عن نفسك وعن تاريخك كمان. ف بس فدي فكرة بقى مرن بتاح وال يعني القصة بتاعته، واحنا قلنا الملابسات بتاعتها. حكاية بقى نرجع لموضوع البحر. في كتير بيدعوا انه هو التوراة قالت ان هم شق البحر، فالناس قالت لك ده البحر الاحمر، عشان بقى واو يعني معجزة كبيرة قوي ان البحر الاحمر اتشق. والبحر الأحمر الفظيع ده اتشق وعدى فيه يعني شعوب، أو هم يعني الناس بتعتقد كده، لكن هم ما يزيدوش عن عشرات يعني. ف فإنه تعدوا البحر الأحمر
واتشق. بعد كده البحر قفل على فرعون. ف طبعا حتى حور محب اللي طرد الآسيويين أو حجم الملك إخناتون وما بقالوش وجود. حتى أنا اعتقدت إنه إخناتون هرب مع راموسا على سينا لأنه ما كانوش وجود، لغاية ما فاجئنا دكتور زكي حواس قبل الثورة على طول وقال لك الموميا الموجودة في المتحف المصري دي المفروض إن هي بتاعت أخو إخناتون. قال لك لا، ده هو إخناتون نفسه مش أخوه. حتى اللي طرد الناس دي ما كانش ملك، كان قائد عسكري اسمه حور محب. وحور محب ما غرقش. حور محب فضل عايش كقائد عسكري عظيم جدا، وحكم مصر في وجوده 3 ملوك. 3 ملوك وهو الرابع. يعني يعني القصة، ما أنا بقول السرد الديني مش ماشي خالص مع التاريخ. في حاجة بتقول إن في كان قصة يعني ليها علاقة بشكل أو بآخر بالقصة الدينية، لكن مش بهذا السياق. نيجي بقى تاني نرجع لشق البحر. أولا كلمة بحر وبحيرة هي كلمة مصرية فرعونية، والبحر مش بنقوله على البحر الأحمر ولا البحر المتوسط فقط، لا، ده احنا أي حتة نهر، يعني نهر نقول عليه بحر. في الفلاحين في الأقاليم نهر النيل اسمه بحر، والبحر الكبير والبحر العظيم والبحر الصغير والصغيرة بنقول عليها بحيرة. ففكرة إن هو الناس قالوا لك البحر الأحمر، لا مش البحر الأحمر. يعني البحر الأحمر طبعا يعني حاجة صعبة قوي إن الواحد يعني الفكرة نفسها يعني مش بحر الأحمر طبعا. إحنا بنقول على كل مية على نهر النيل بحر. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا المصريين عندنا كان قصة شق البحر دي موجودة. يعني أنا ما أعرفش، أنا مش عايزة أعلق، بس قصة شق البحر بالعصاية موجودة عندنا في مصر الفرعونية من يجي 5000 سنة، واتكررت أكتر من مرة، مش جديدة عن الفكر المصري الفرعوني. فعندك بابا إخناتون ملك سنفرو مثلا عنده قصة مشهورة جدا مكتوبة بردية وستكار، إنه ازاي انه كان مرة قاعد متضايق، فالمساعد بتاعه او الوزير بتاعه نصحه عشان يعني يخفف عن نفسه. قال له طيب خد مركب في البحر لنهر النيل، ونهر النيل دي كلمات مصرية فرعونية على فكرة. فخد مركب وخد بنات معاك ويغنوا لك وتستمتع بالغنى والمزيكا وكده في الرحلة النيلية يعني. فالواحدة من البنات وهي بتغني الحلق بتاعها وقع، فقال له لا قعدت تعيط زعلانة على الحلق بتاعها. قال له استنى لا كله يقف. فأمر الساحر أو أمر الحد اللي كان معاه إنه يشق نهر النيل، وفعلا نهر النيل اتشق 2 اللي هو البحر يعني اتشق، ونازل حد جاب الحلق واداه للمغنية الجميلة وكملت غنى ورجع النهر تاني وكملوا الرحلة. مش بس دي، لا، اتكررت. هاتور كان دايما تشق نهر النيل اللي هو البحر يعني، وبيحصل فيه أحداث وبعدين يرجع تاني. يعني كررت كتير جدا. كمان في وستكار، بداية وستكار كان عمرها حوالي 5000 سنة. فيها حكايات عن انه فكره انه الحراس او السحرة قلعوا الحزمه بتاعتهم وتحولت لتعابين وبعدين رجعت تاني. فيعني في كل القصص دي موجوده في التاريخ المصري الفرعوني، موجوده كتير يعني. فدي حاجه يعني موحية وبتدعو إنه الناس تفكر فيها، إنه يعني كل واحد بقى يبني أفكاره زي ما هو عايز. بس يعني أنا بحكي كل الملابسات اللي ليها علاقة بالموضوع ده. بعدين القصة بتقول كمان إنه هم اليهود دول عشان هم كانوا متدينين، الملك كان متغاظ منهم فحب يطردهم. طيب ما إحنا كان حوالينا شعوب كتير عندها أديان، الإيزيديين هم والأشوريين بيقولوا كل معلش على حسب السرديه الدينيه، هم ما بيقولوش حب يطردهم،
ده هو حب يحتفظ بيهم، يعني هم عاوزين يمشوا وهو بيقول لهم لا ما تمشوش. وطبعا قبل هو ما نروح هو كمان قال لفكره لهم الخروج، عايزين نبقى مش هم. نتكلم عن برديه ايبوير. اتفضلي. هو قالوا ان هو طردهم. هم كل الغضب ان هم خرجوا من مصر مطرودين، وبعدين لما عرفوا ان هم هيطردوا هربوا. مش بقى في التوراة بيقولوا مش بس هربوا، لا ده بيقولوا ان الرب امرهم بسرقة ذهب المصريين. ف يعني انا مش عارفة ازاي، آم، يعني ازاي ان ممكن نقول السرقة بأي شكل من الاشكال ان مش هي عارفه ازاي تتولد. ربنا قال لهم كده، بس ماشي. مش عارفة يعني مش فاهمة يعني مش السرقة سرقة، يعني انتوا عايزين تاخدوا ذهب المصريين هتقولوا لهم خدوه، بس السرقة سرقة يعني. دي حاجات من الحاجات اللي كانت تدخل النار في مصر الفرعونية. بردية ايبور بقى، بردية ايبور دي اتكلمت. هما طبعا بيقولوا انه عشان يعني بيدعوا يعني انه ده شفنا الأهوال علشان هم طردناهم من مصر. فلا احنا شفنا أهوال فعلا، شفنا أهوال كبيرة جدا، بس مش عشان طردناهم من مصر. ده يعني احنا طردناهم عشان الأهوال اللي شفناها منهم لما طردناهم كهكسوس يعني. فاحنا لما حكينا عن كرهنا الهكسوس ولسه بنكرههم لغايه النهارده ليه؟ رغم ان الناس مش عارفه عملوا ايه بالظبط، بس كنا قلنا عليهم انهم كانوا يذبحون اطفالنا، بيذبحوا الاطفال، بيستحوا نساءنا، يعني بيعتدوا على ستاتنا، كانوا بيهدموا بيوتنا، كانوا بيتسيدوا علينا في بلادنا. على فكرة هو الهكسوس ما دخلوش بحرب، هم دخلوا بالاستيطان، قعدوا بنحبكم ومش عارفة لو احنا داخلين بس عايزين نشتغل، عايزين ناكل، عايزين كده. فدخلوا يستوطنوا مصر من حوالي قبل ما يحكمونا أو يحتلونا رسمي 1000 سنة. دخلوا يشتروا بيوت، دخلوا يقعدوا، دخلوا بالراحة كده واحدة واحدة، يعني اتمسكنوا لغاية ما اتمكنوا. لما اتمكنوا ورونا المر، ورونا الأمرين، كانوا حرقوا بيوتنا. كانوا لما كانوا بيقتلوا، طبعا هم كانوا بيقولوا، كان في البردية بتقول إن مصر يعني هي وبردية نفر روحو أو نفرتي بتحكي عن المآسي اللي احنا شفناها من الهكسوس، لدرجة بيقولوا إن النهر تحول بقى كالدم، يعني الدم في كل مكان، الدم في كل مكان، علشان هم كانوا إرهابيين، كانوا بيذبحوا الأطفال والنساء، كانوا همج وحوش. يعني دوقونا احنا حتى البردية بتقول ايه، هل شاهدتم مصر وهي مغزوة؟ إنها مغزوة تتألم. يعني مصر تبكي، إن بيقول لك مصر في خراب. وكلمة خراب، هي كلمة خراب أصلا كلمة مصرية فرعونية، معناها جاية من كلمة خرب أو خرب، اللي هي الخاء والحاء حروف تبادلية بقت حرب. وكلمة برضو خراب أو خرب أو خرابة أو إلى آخره، جاية من كلمة الحرب، اللي هي استنت بقى شايلة كل المعاني اللي مرتبطة بالحرب وويلات الحرب اللي بتحصل من الحروب. فكان بيقول إن مصر في خراب، يعني مصر في حرب. احنا من كتر اللي حصل بالأمس مش معناها امبارح، الامس اللي هو فعلا امبارح، ما هو مش معقوله مصر كانت امبارح في مآسي وحرب والبهدله دي كلها، وتاني يوم واحد هيقدر يكتب ويحكي اللي حصل ده، يعني لازم اكيد تاخد فتره عشان يستوعبوا الموضوع ويقدروا يكتبوا عنه يعني. فبيقولوا مصر الناس كانت مرميين في الشوارع من كتر ما عاملين زي الكتان المقطع، ده الوصف بتاع البرديه. ده كان واحد ممكن بيشوف اخوه بيتقتل جنبه، مش قادر يعمل له، مش قادر يحميه، مش قادر، بيجري هو ينفد بجلده يعني. كانوا همج، يعني الهكسوس ناس همج يعني، دوقونا المر، ويعني كانوا حاقدين على مصر والعز والغنى والخير
اللي احنا كنا عايشين فيه. فكانوا فكل اللي اتقال في البردية بالفعل إن الدماء في كل مكان، مش عشان طردناهم، لا ده علشان كنا يعني هم كانوا بيقتلونا بيذبحونا، يعني هم كانوا خراب، كانوا حاجة بشعة. فكل اللي اتقال ده معاناة من الهكسوس مش أكتر. طيب أنا عندي مداخلة، ويعني ممكن حضرتك تراجعيها كعرض يعني أقوله لك. أنا سمعت العرض دوت من الأستاذ ميشيل ماكين، لو تعرفيه، هو حد برضه مهتم بالآثار ومتخصص وحد قوي في الآثار. عموما هو كان في الأدب المصري في برديات تخص الأدب المصري، هو كان في فكرة المعاني المستعارة أو الوصف المبالغ. دي كانت يعني في الأدب المصري بتكون يعني مثلا أنا أقول إن السماء انطبقت على الأرض، بس هي الحقيقة مش السماء انطبقت على الأرض، هو وصف بلاغي مش أكتر. طبعا. بس هي دي الفكرة يعني. فكان بردية تورين بتتكلم عن إن النيل يعني بقى كله دم، والحشرات هجمت البلاد وعمل حصل وكذا وكذا وكذا. فهي كانت أغلبية الأوصاف هي أوصاف يعني تكنية أو وصف مستعار مبالغ. وكمان إنه بيقول إنه البردية تورين دي كانت تسبق العصر أو الأحداث اللي هم بيتكلموا عليها على الأقل ب1000 سنة، لأنها تخص عصر الإضمحلال الأول. بالإضافة لكده إن الجزء الأخير من البردية كان بيتكلم عن إنه الكاتب البردية بيلوم الملك لأنه ملك ضعيف، لأن تقطعت أوصال مصر وتجزأت، وكل إقليم بقى قائده عاوز يحكمه بذاته. فبيقول له إنه ده يعود إلى ضعفك، وإنك أهملت المصريين، والغني أصبح فقيرا والفقير أصبح غنيا، وكلام كتير يخص الحالة العامة اللي بقى عليها المصريين. وكأنه بيلوم حال القائد أو الملك يعني، وبيلوم حال المصريين اللي تحول من، لأن فكرة الطبقية على حسب قول أستاذ ميشيل انه كان قائم يعني من البدايه. احنا عندنا فكره الطبقات اللي هي ماشيه، فلو ده حصل له اي خلل فده يعتبر خلل في شكل الدوله. ما قولكم في هذا؟ اتفضلي. طبعا هي فيها بلاغة وفيها يعني تهويل من الموقف. ليه؟ لأن احنا وده مش معناه إن ما حصلش الحدث، يعني إنه كان في دم مثلا في الشوارع أو إن في ذبح، لأنه كان، ما أنا بقول لحضرتك الهكسوس أصلا قلنا قبل ما يدخلوا يحتلونا قبلها ب1000 سنة، يعني هم داخلين السيطان من قبل الثورة المصرية الأولى اللي حوالي اللي حصلت من 4200 سنة. اللي بعدها يقال إن طبعا إحنا شفنا الأهوال بعد الثورة دي، بعد الأسرة الستة، يعني من 4000 سنة. يعني شفنا أهوال فعلا كتيرة جدا. بس احنا يعني هقول لك يعني زي مثلا لو في ثورة يناير، لو كان واحد مثلا يشوف واحد سرق أو ذبح أو كده، يعني الدنيا كلها تقوم وكل يحكي عن الحكاية، وكأن مصر كلها مثلا ماشيين في الشارع كلنا ندبح في بعض. يعني أنا بتكلم مثلا ثورة يناير. ليه؟ لأن احنا شعب متحضر، شعب عندنا أخلاق. فلما كان بيحصل حدث إنه يعني أخوك يتقتل أو الأعداء يجوا يدبحوا فيك، ده كان حاجة جلل. فممكن فعلا زي ما هو بيقول بالتأكيد إن هو كان فيها بلاغة وفيها زودنا قوي في السرد وفي الوصف من كتر ما هو كان بيأذينا، وكان بالنسبة لنا حاجة غير مقبولة وحاجة يعني مكروهة جدا جدا. فهو طبعا هو كلامه حقيقي، بس ده مش معناه انه ما حصلش حاجات كده، لانه كون ان احنا نكتب على الهكسوس احنا قلنا كانوا موجودين من قبل الثورة الأولى، ولما عملنا الثورة وشافونا ضعفنا دخلوا بقى وبقوا يقعدوا هم في البيوت ويسرقوها كان حتى يعني اللي حصل زي وقت حكم الهكسوس هو نفس تقريبا اللي بعد الثورة الأولى. كنا نكتب ان حتى الغني بقى فقير، وان ست البيت اللي كانت يعني قاعدة بكرامتها وبتتسيد في بيتها بقت هي نفسها مش لاقية مراية تبص فيها، بقت تروح تبص على نفسها على المية عاملة زي المراية بقت. يعني ده الأوصاف اللي اتقالت إنه حتى يعني الجمال إنه الواحدة تهتم بنفسها، دي كانت برضو حاجة كان سخيفة تتكتب في بردية زي كده، إنه مش لاقية المراية بتاعتها وراحت تبص على وشها في المية. يعني أو ده إحنا ده بالنسبة ده, لنا ده من كان ضمن الأوصاف البلاغية اللي هو ذكرها بالمناسبة.
لان مسلسل. احنا كنا حياتنا كلها قايمة على الاستقرار والهدوء والصفاء النفس والاخلاق العالية عالية عالية والضمير وعشان كده دايما دايما الفرعون كان عندنا حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا، لان فعلا وجود الفرعون وماسك الدولة وماسك زمام الدولة معناها ان احنا في امان. فاحنا مش بنحب بس الفرعون يعني حب كده مطلق، لا احنا بنحبه الاسباب، لانه هو اللي بيحقق الاستقرار في الدولة والامور تكون منتظمة، هو اللي بيدافع عننا لما يبقى في حرب، هو القائد اللي بيقود ويحمي مصر من الاعداء يعني. ف فحبنا للفراعنة كان يعني حب وجود، يعني حب وجودية، حب للذات. انت بتحب نفسك يا تحب الملك اللي هيحميك يعني وهينظم لك الدنيا يعني. فبس تمام. فهو ده بالتأكيد. تمام. طيب، ما فيش اي حاجه في الاثار بتقول، او مثلا حتى في البرديات او غيره، بتتكلم عن فكره خروج ناس كتير جدا من مصر، وحصل اضطهاد بينهم وما بين بعض كده بشكل رسمي زي الروايات الدينيه؟ لا خالص، ما حصلش في التاريخ المصري انه اتقال ان في شعب مثلا شعب ايه اللي دخل يعني. يتردنا الاجانب اللي موجودين في البلد اللي كانوا ملل كتيره يعني. بس هو للاسف يعني مش للاسف يعني، هو الفكره انه طرد شعوب دي دخل بقى أصبح في صميم ديانة. ديانة بقى ليها قوة معينة وتواجد واعتراف، بالتالي أصبحت يعني يعني أصبحت ليها أهمية كبيرة. لكن هو لو مثلا يعني تخيل لو الآشوريين مثلا، ما احنا مريم تحت طرد الآشوريين وطرد اللوبيين وطرد السودانيين. تخيل لو كان مثلا في عند اللوبيين ظهرت ديانة جديدة ودخلت طردهم ده في الأدبيات بتاعتهم، كان هيبقى أو في العقائد بتاعتهم كان هيبقى برضه هيتقال إن فرعون وطرد اللوبيين والمصريين مش عارفة إيه، وكلهم بقى نعمم بقى ملك واحد على كل الملوك مصر ونكره تاريخنا ونعمل كده عشان هو طرد اللوبيين اللي كانوا جايين يحتلونا وغير مرغوب فيهم في بلادنا يعني. هي المشكلة إنه طرد هذه المجموعة من الآسيويين، احنا كتبنا يعني الملوكنا كتبوا على الآسيويين بالذات إنه قد إيه هم شرسين، وإنه قال إنه هيبتهم وإنه مش هيخلي لهم وجود، وإنه من أشرس ال- الغزاة اللي كانوا بيجونا هم من آسيا. فبس لو حصل، لو كان صادف إنه الآشوريين مثلا بقى عندهم دين وإحنا معترفين بيه، او دخلت حتى في بلاش البوذيين كانوا بعيد عننا، بس انا بقول ان هو لو كان دخل في دين قريب مننا وكنا مؤمنين بيه يعني برضه كان نفس الحكايه هتحصل. هي الفكره انه القصه دخلت بقت دين، فهي دي الفكره. لكن احنا في التاريخ المصري لازم نقول تاني وبكرر انه الفرعون ملوش ذنب. حتى انه طرد اجانب غير مرغوب فيهم هو ملوش ذنب. لو كان انا بتكلم حتى لو بالقصه الدينيه هو ملوش ذنب، دول اجانب جايين بلادنا. الملك ليه السياده على ارض مصر، يقعد فيها اللي هو عايزه، يطرد اللي هو مش عايزه، دي حريته. بلدنا اللي مش عاجبه ما يجيش، بلدنا واحنا احرار فيها، بس كرامتنا تمام. وبلدنا. تمام. تمام يعني. هل هناك اي اضافه اخرى في ذات الشأن يعني؟ لا تقريبا أنا قلت كل حاجه. تمام جدا. يمكن آخر حاجة نجمة داوود، حتى نجمة داوود كمان اللي بيقولوا هي نجمة داوود، الألمان لقوها موجودة في آثارنا المصرية، خدوها كوبي بيست يعني. هو حتى العلماء الديانة المصرية يعني منهم بريستد رانكا وإيرمان وكتير قالوا إنه فيما عدا سفر الخروج فيكاد يكون الديانة الفرعونية منقولة كوبي بيست من المصرية للفرعونية، فيما عدا لأن سفر الخروج كله شتيمة في مصر، كله شتيمة في مصر.
والأحوال اللي شفناها عشان هم هربوا أو طردناهم أو كده، لكن فيما عدا كده فالشمعدان بتاع الأنوار هو شمعدان هاتور، البقرة المقدسة اللي هي الذهبية، اللي هي بقرة ومش بقرة وفاقع لونها، هي فاقع لونها لأنها ذهب، هي ذهب. يعني الديانة المصرية الفرعونية هي بكل تأكيد هي اللي انتشرت في كل العالم القديم، بالذات من أقصى الشرق، من اليابان والهند والصين إلى أوروبا كلها. فإحنا بقى يعني آن الأوان بقى، يعني ارحموا أجدادنا العظماء، افتخروا بيهم، دول كانوا بيحبوكوا، هم بيحبونا وخايفين علينا وخايفين على مصر بلدنا. مش ما يكونش المقابل أبدا إن احنا نقعد نردد ادعاءات اليهود اللي اتطردوا من مصر أو غير المرغوب فيهم في وجودهم في مصر، نقعد نردد ادعاءاتهم اللي هم حاقدين. يعني اي حد حاقد على مصر وبيحاول ينال منها، يعني كفايه بقى، يعني بلدنا حلوه واجدادنا حلوين وحضارتنا اعظم حضاره في الدنيا ونفتخر يعني. تمام. تمام. شكرا. شكرا جزيلا يا هاني. طيب انا عاوز اقول شكرا. حاجه سريعا كده في الموضوع دوت يا جماعه، برضو علشان تبقى النقط واضحه. فكره الاثار المصريه ديت، او فكره الاثار بشكل عام والاركيولوجيا والحاجات ديت، ايه في مشكله بتواجه العالم في الموضوع دوت، هو الاثر بيكون موجود وبيقدروا يعني يوجدوه ويحصلوا عليه، لكن فكره تأويل الاثر على حسب كل واحد بقى، على حسب اتجاهه، على حسب مبتغاه، على حسب كده، هي دي مشكله كبيره. عشان كده هتلاقي في يعني اثريين منتمين للفكر يعني التوراتي واليهودي بشكل كبير، فبيأولوا الآثار بقدر الإمكان علشان يخدم المصالح ديت. في ناس عكس، بتحب مثلا مصر بزيادة، برضه بتأولها بزيادة بشكل مبالغ فيه. في ناس بتكون في الوسط، فما بتحاولش انها تروح لا يمين ولا شمال، وتحاول تحط الأثر في محله وفي يعني مكانه دون زيادة أو نقصان. فمشكلة علم الآثار وكده إنه هو التأويل عليه. علشان كده هتلاقوا إنه كتير من الأثريين كل واحد عنده رأي مختلف عن التاني، كل واحد عنده قراءة مختلفة عن التاني. الأثر واحد وموجود والجميع يراه، لكن كل واحد بيحاول يراه. يعني فكرة بردية إبوير ديت، كل الناس بتحاول يعني تقولها على عكس ما هي عليه، على اساس تكون تخدم الضربات العشر. ويمكن نبقى نعمل حلقه احنا والاصدقاء نناقش موضوع الضربات العشر ده. فعايزين يأولوها إلى هذا الجانب عشان يثبتوا وجود بني إسرائيل، أو يعني يجيبوا أي مثلا زي لوحة النصر بتاعت مريم بتاح علشان يأولوا إن إسرائيل موجودة. كلمة برعا اللي هي بر معناها بيت، وعا مع يعني عيا كان بقى الملك أو بيت الحاكم، خلاص يبقى برعا تبقى فرعا، تبقى فرعون، يبقى فرعون موجود، يبقى احنا اساسا احنا الفراعنه فعلا، والموضوع مستكمل على كده. فيعني هو الموضوع ماشي على كده. وحتى مثلا تسمع يعني استاذنا الكبير جدا زي حواس متمسك جدا، لانه المدرسه اللي انشئت هي عاوزه تثبت كلمه الفرعون وعاوزه تثبت كلمه الفراعنه، واثبتتها ونجحت في ثبوتها. طبعا الكلمه ديت انا عن نفسي قولي يعني فيها انها لم تثبت في مصر القديمه كلمه فرعون، هي ثبتت عند الاسرائيلي، عند الكتاب التناخ الاسرائيلي، ثم اخذتها منها المسيحيه والقران، وبالتالي اثبتت في الاديان. فلا بد ان احنا، وعلشان هي بقى كلمه الفراعنه منتسبه الى هذه الاثار العظيمه، فاحنا قشطه خلاص احنا الفراعنه واحنا كده، وثبتت علينا ومش هنعرف نغيرها. دي اول حاجه. وكمان زي كلمه مصر، حولها بقى مره مصري، مره تبقى مصر، لا حتى الخطوات اللي كانت موجوده في تل العمارنه هم اللي سموا كلمه. ايه اصل كلمه مصر؟ عموما الاثار فيها وجهات نظر كتير من فكره التاويل والقراءه، مش الاثر ذاته. هي دي المشكله. يعني ما اقدرش اقول يعني اناطحهم في الفكر، لكن بس هي مجرد وجهه نظر بسيطه من خلال متابعتي وقراءاتي لناس كتير جدا بتتكلم عن الاثار المصريه. مش عارف عزه هانم، ربما النت عندها خلاص انها ترجع. احنا هيبقى في بينا حلقات يا هانم بقى عن الحضاره المصريه بشكل خاص، من خلال
يعني الكتابات والبرديات اللي حضرتك عارفاها وقرأتيها وعندك منها معلومات يعني كبيرة جدا. فايه رأي حضرتك نبقى نعمل سلسلة تخص الفكرة دي من البداية للنهاية، حتى فكرة الأديان نفسها تأصليها، لأني حتى في أحد الأصدقاء كلمني على فكرة إيل، إنه ده يخص نفس الفكرة اللي هو فكرة القراءة. هل هو من الشام بداياته وتبناه اليهود وغيرهم، ولا هو البداية من مصر، ولا هو البداية منين، ومين تناقل من مين؟ هي دي الفكرة بشكل عام يعني، ودون تحيز لأحد. احنا عايزين نبقى نعمل قراءة محايدة جدا على حسب التاريخ والآثار الموجودة تحت إيدينا وبس. إيه رأي حضرتك يا هاني؟ إن شاء الله يشرفني بس كلمة برعون جت النون منين؟ بس عايزة أعمل إضافة. برعة البيت العظيم أو بيت الحكم يعني. النون اللي في الآخر دي معناها المنتسب إلى، في النحو المصري الفرعوني معناها المنتسب إلى بيت الحكم. مين اللي بينتسب إلى بيت الحكم؟ هو الملك. طيب، والملك هو معنى كلمة ملك هو يملك الأرض. كلمة ملك دي معناها هو مالك الأرض وما عليها بما فيها الشعب. هو يملك الشعب فعلا، هو المفروض يتحكم في الشعب، يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه وكده. فالملك هو الذي يملك. وبالتالي هو الملك اللي هو فرعون اللي هو اللي يملك الشعب. وبالتالي إذا كان هو فرعون اللي هو بتاع، يعني المنتسب إلى، أو خلينا نقول بتاع البيت الحكم اللي هو يعني بتاع بيت الحكم والحاكم يعني. وبالتالي احنا المصريين كلنا أتباعه المنتسبين ليه. إذا كان هو فرعون فإحنا المصريين أتباع فرعون يعني. لا، أنا بحاول يمكن أقربها للناس شوية. أقول لهم مثلا البلد زي السعودية، هم عيلة آل سعود هم حكموها، وبالتالي أصبح الشعب كله إيه؟ سعوديين المنتسبين إلى آل سعود، وهكذا. فإحنا المنتسبين إلى الملك بتاعنا وبيت الحكم بالمصري الفرعوني البرعاء. فإحنا كلنا فراعنة ونفتخر، ودي كلمة عظيمة جدا. و... وزي ما قلنا حتى الفرعون اللي طرد النبي موسى مش ذنبه برضه. أنا شايفة إنه مش ذنبه، ملوش ذنب في كده. فيعني خلاص بقى ننسى بقى حكاية كره أجدادنا بقى وكره الفراعنة ونقعد نردد كده الكلام اللي بيقوله الناس اللي احتلونا زمان واللي حافظين على تاريخنا وحضارتنا. يعني كفاية بقى يعني، وننتبه لنفسنا بقى ونفوق ونبدأ نفتح الصفحات المشرقة في تاريخ مصر عشان نعرفها هي بتقول ايه، مش تمام هما اللي بيقولوا ايه. تمام بس مش تمام تمام. دي كانت أولا شكرا جزيلا يا هاني، منورتينا وحلقة ممتعة وكتير، والأصدقاء يعني مستمتعين بالحلقة جدا، فأنا بشكرك عليها، ميرسي قوي. ونتمنى من حضرتك لقاءات أخرى. ان شاء الله. طيب، ميرسي ليكم. دي يا أصدقاء حلقتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، وأنا بشكركم على الانتظار معنا إلى هذا الحد، وانتظرونا في حلقات أخرى، وأتمنى لكم ليلة سعيدة. سلام. شكرا. شكرا.